اول ما تشوف طاسه الطعميه دي ريقك هيروح على طول لاحلى فطار. تعالوا نحضر مع بعض بوكس الفطار الاحمر واللي بيكون فيه احلى فطار مصر، طعميه وبطاطس وفول وبيض وسلطه وبتنجان مع تتبيله البتنجان كمان، ولا الحواوشي المصري اللي بيتعمل وبيتشوح على الجريل كده، وشويه الكبده الاسكندراني اللي متشوحين في قلب الطاسه كده، تعبي في سندوتشات او تطلب طلبات زي ما تحب. كل الحوار ده بقى في مطعم كبده ونص، واللي عامل لكم بوكس الفطار الاحمر ده ب 25 ريال بس بدل من 35 لفتره محدوده. وكمان عاملين الاثنين حواوشي مع السلطه والمخلل والطحينه وميه السلطه وواحده كنزه وبطاطس ب 29 ريال بس، ومعاهم واحد كمان هديه لاول 20 طلب. والعرض ده متاح لمده 5 ايام، يعني لازم تلحقوا الحوار ده. هنا كده محطه الدار البيضاء، هتلف كده لحد ما تلاقي ينابيع دمشق، وهتلاقي هنا كبده ونص، وجنب برضه صيدليه ادم. عندهم كمان كل اسبوع عروض. كل اللي عليكم انكم هتبعتوا كلمه اشتراك على رقم الواتساب ده. جبنا اول حاجه من عندهم بوكس الفطار اللي هم عاملينه ده. البوكس جامد جدا يا جماعه، وعلى فكره يكفي شخصين او 3 وممكن يكفي 4 لو مش اكيله قوي يعني. فول وطعميه وبيض وسلطه ومخلل وبتنجان وبطاطس. احلى حاجه ان هم عاملين الطعميه المصري، طبعا لازم تاكل وهي سخنه عشان تبقى مقرمشه معاكم كده مع الفول، تضرب يا معلم. ساندوتش الكبده ده عندهم حجمه كبده اسكندراني، تنزل يا معلم غطس بالطحينه كده، بسم الله وتودي. تعالى لي بقى على الحواوشي الرايق اللي هم عاملينه ده، لازم يكون معاه شطه طبعا، بسم الله. لازم طبعا الشطه مع الحواوشي، واساس المخلل عشان تعلي المزاج، واساسي مع الحواوشي ميه سلطه وطحينه، شويه ميه سلطه في النص كده. وبس كده، كانت تجربه حلوه من كبده ونص. هستناكم بقى تجربوا بوكسات الفطار، وتجربوا الكبده الاسكندراني والحواوشي، وتجربوا حاجات كتير عندهم لان المنيو بتاعهم كبير وفي اصناف كتير. وهستناكم برضو بعد ما تجربوا العروض تقولوا لي رايكم في تعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.